عايز تعرف ازاي تشتري شقة بسعر التكلفة؟ في الفترة الأخيرة أسعار الشقق في طنطا زادت جدا، وده نتيجة ارتفاع سعر الأرض زائد مكسب المستثمرين والمقاولين، فبيطلع المبلغ النهائي كبير جدا. شركة الفاروق خبرة 64 سنة في المقاولات بسعر التكلفة. النهاردة سعر الشقة غالي لأنك بتشتري من المستثمر. طب إيه رأيك لو تكون أنت المستثمر؟ الموضوع بسيط وبينقسم إلى 3 عقود: عقد شراء الأرض، وعقد القسم والتخصيص، وعقد المقاول. عقد شراء الأرض وده بيقول إن أنت والشركة والمهتمين بالفكرة هتمضوا على عقد شراء الأرض من صاحبها. يعني هتبقى عارف سعر الأرض الحقيقي كام. يعني هتكون أنت والشركة وشركائك الملاك الأصليين للأرض. تاني عقد هو عقد القسم والتخصيص، يقر ما هو لك وما هو عليك، وده بيضمن لك حقك في إنك بتمتلك شقة معينة في عقار محدد، والشركة بتاخد تمن الأرض فقط من المشتركين، وفلوس تنفيذ المشروع بتتقسط على حسب مدة المشروع. تالت عقد هو عقد المقاولة، ده العقد اللي بتسميه الشركة على عينك يا تاجر. يعني الشركة بتبني بمواصفات محددة وسعر في حدود التكلفة، والفكرة دي هتكون أحسن من فكرة الأسهم بكتير، لأن أرباحك هتكون أعلى، لأنك هتبيع على سعر السوق الحالي، مش هتاخد نسبة ثابتة. ليه تبقى مشتري مادام في فرصة تكون مستثمر؟ الفاروق للمقاولات، من الخبرة تأتي الجودة.